بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الدرس 23 وهو عن أدوات المطبخ باللغة السندية، أسماء أدوات المطبخ باللغة السندية. فنقول بسم الله ونعرض الشرائح. اولا زي كل مرة قبل ما نبدأ الدرس نذكركم بالاشتراك في القناة ولايك وتفعيل زر الجرس وكومنت وشير عشان يكون تحفيز لي لمواصلة المشوار ان شاء الله تبارك الله. الدرس 23 وهو عن ادوات المطبخ باللغة السندية. الكلمة الاولى عندنا بعدين أذكركم الكلمات هذه اللي جالسين ناخذها. يا ليت لو تكتبوها في كراسة أو دفتر عشان تتجمع عندنا الكلمات يعني بكثرة عشان نقدر نستعملها بعدين إن شاء الله في الجمل. الكلمة الأولى هي كيتلي. كيتلي أي إبريق الشاي. تاو. تاو أي الإناء. النون هذا ما ننطقه بس يجي الصوت يعني من الخشم وينطق الضمة هذه. تنطق الضمة هذه. تاو أي الإناء. ترماس. ترماس براد الشاي. تنور. تنور هو نفسه التنور اللي في العربية برضو اللي يطبخون فيه ايش اسمه، اللهم صل على النبي، الخبز اللي يسوون فيه الخبز. جوسر. جوسر الخلاط، وهي كلمة إنجليزية زي ما تعرفون. فأكثر الكلمات في عندنا يعني كلمات كثيرة تستعمل للحاجات التقنية الجديدة هذه اللي جاءت من الإنجليز، فتستعمل عليها نفس الكلمات الإنجليزية زي العربية زي غيرها زي من اللغات. تستعمل كثير في اللغات يعني كلمات أجنبية. خانو. خانو أي الدرج. الدرج هذا يا شباب لا تفهموه الدرج السلم، لا، الدرج. تشري. تشري السكين. تشبي. تشبي أي سلة الخبز. exhaust fan. exhaust fan وهي كلمة إنجليزية زي ما تعرفون معنى الشفاط. تانكي. تانكي هو صنبور أو التانكي برضو يستعمل في اللغة العربية كمان، اللي يطلع منه الموية. ديش. ديش الصينية، طبق الصينية هذا برضو الكلمة إنجليزية. بليت. بليت هي الطبق أو الصحن. ماتشس. ماتشس هي علبة الثقاب. تيلي. تيلي أي عود الثقاب. كيميجي ماشين. كيميجي ماشين هي الفرامة اللي تفرم اللحم. ديجري. ديجري أي القدر. جيس. جيس الغاز. جلاس. جلاس
أي الكأس. جج، جج الجك المعروف. शीशे जो गिलास, शीशे जो गिलास أي كأس الزجاج أو كأس الزجاج. بريشر كوكر، بريشر كوكر قدر الضغط. كوب، كوب أي الكوب. بايب، بايب الماسورة. ماندهاني، ماندهاني المجدح. छाणी، छाणी مصفاة الشاي. دوي، دوي المغرفة. فراي بان، فراي بان المقلاة اللي يقولون عليها البطاطس أو حاجة زي كذا يعني اللحم وغيره. چمچو، چمچو الملعقة. برون، برون المنخل اللي ينخلون منه الدقيق. چلهو، چلهو أي الموقد. وهكذا انتهى درسنا اليوم، والذي كان عن أدوات المطبخ باللغة السندية. وفي الأخير كمان نذكركم عشان تعملوا سبسكرايب في القناة ولايك للفيديوهات ومشاهدة الفيديوهات كاملة، وتفعيل زر الجرس وكومنت وشير كمان إن شاء الله عشان يكون لنا تحفيز. بعدين يا ليت لو يعني تشتركوا في القناة. تفاعل، أحب أن يكون من عندكم تفاعل في الاشتراك في القناة عشان نتقدم إن شاء الله خطوات أكثر، والقادم أجمل بإذن الله. وكما تعرفون هذا الدروس هذه في قائمة عندي في بلاي ليست، قائمة تشغيل. وعندي كمان إن شاء الله في القناة عندنا قوائم أخرى مثل يومياتي أو المعلومات عن باكستان أو عن أقاليم باكستان كمان. يا ليت لو ترجعوا لي هذه البلاي ليست، قوائم التشغيل هذه كمان ترجعوا لها وتشوفوا الفيديوهات هذيك، خاصة اللي يحبون السفر والسياحة ويبغوا يجوا باكستان يعرفوا فيها الأشياء الأساسية إن شاء الله للسياحة والسفر وتاريخ باكستان وتاريخ السند وغيرها. أستأذنكم الآن، أستودعكم الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.